السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. معكم حافظه من قناتي حلاوه الدنيا. اول حاجه بغيت نبدا بها الفيديو ديالي اليوم هو كنشكركم كاملين على المتابعه ديالكم، على الميساجات الزوينين اللي كتخليو ليا تحت الفيديوهات. شكرا كذلك على الميساجات الزوينه اللي كيوصلوني، وكذلك كنشكر البنات اللي كيقولوا لي فين الجديد، فين هو الفيديوهات. غير سمحوا لي البنات، الله يعطيكم الخير، غير مع الخدمه مزيره عندي شويه هاد الايام، داكشي علاش غبرت. هاني جيت جبت لكم مادلين بريستيج، نتمنى انه يرق الذوق ديالكم. كتحتاجوا في بزاف ديال المناسبات، في اعياد ميلاد، في الحفلات المدرسيه غتحتاجوه، كذلك في الكوتيل لوليداتكم المدرسه. مهم نتمنى يا ربي يعجبكم، وندوزو باش نشوفوا المكونات والطريقه. في المكونات كنحتاجو 4 ديال البيضات، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، وكاس ديال الماء، وكنحتاج كذلك 1 كيسان ديال الدقيق. عندي هنايا واحد الساشي ديال الفاني مع قبيصه ديال الملحه، عندي 1 2 ساشيات ديال الخماره ديال الحلوه، وعندي 2 معالق كبار ديال الكاكاو. اول حاجه كناخذ الماء كنديرو في كاسرون، كناخذ كاس ديال الماء مع الكاس ديال الزيت ونصف الكميه ديال السكر. وكنزيد عليهم الكاكاو. صافي كنحركوهم مزيان وكنديروهم فوق عافيه مهيله، غير باش كيطيبوا غير واحد شويه هكا. صافي وكنسدو عليهم. كيف ما كتشوفوا كيبداو يغلاو بهذا الشكل هذا. صافي غير كنشوفوا الرغوه بدات كطلع كنسدو عليهم. هكذا كيولي الخليط ديالنا جاهز. كندوزو باش نصوبو الكيك ديالنا. غنحتاجو 4 ديال البيضات، كنخلطوهم كنطربوهم مع النصف اللي بقات لينا، نصف الكميه اللي بقات لينا ديال السكر. كنزيدو الفاني مع الملحه وكنطربوهم مزيان. كنبقاو عليهم هكذا حتى كيطلعوا البيض مع السكر، كيولي ابيض كيبقاش صفر. صافي هكذا كنزيدوا عليه الخليط اللي طيبنا ديك الساعات، خلينا بما برد واحد شويه. صافي كنزيدوا على البيض. صافي هكذا كنبقاو نزيدوه حتى كنساليو الكميه اللي عندنا. صافي هكذا من بعد ما سالينا الكميه كلها
كنزيدو الدقيق دابا كنصفيوه، كنزيدو تدريجيا غير باش ما يطيحش لينا الخليط، ما يطيحش لينا الحجم ديال البيض. صافي كنكملو هكذا، كنزيدو تدريجيا. صافي كنكملو بنفس الطريقه. كنحركو مزيان تفاديا انه يبقاو عندنا كريات ديال كويرات ديال الدقيق. هنايا البنات كما كتشوفوا هنا غادي نزيد الخماره ديال الحلوى، عندنا جوج. كنصفيوهم حتى هما باش حتى دوك الكويرات ديال الخماره ما يبقاوش لينا، كلشي كيولي خليط واحد. وفي الاخير غادي نزيد غير الحبيبات ديال الشوكولات كيتسموا كوكيز، خديت من النوع الممتاز. هادو سمحوا لي ما درتهمش في المكونات في الاول. صافي من بعد ما خلطنا كلشي كنديروهم في هاد اختاريت هاد النوع ديال العلب اولا ديال القويعطات ديال مادلين، وكنفرش ليهم هادوك اللي البيضين. تقدروا تستعملوهم نيشان، غير انا كنفضل انهم نزيدهم. صافي كنخوي فيهم العجينه غير حتى كيوصل غير النصف وكنحبسو. مع الطياب غادي يعمروا ان شاء الله. هاد مادلين هذا ديال الشوكولا كيعجب جميع الوليدات، كيجي هشيش بزاف من الداخل، كيسفن نجي وكيجي ناشف كذلك. صافي هكذا من بعد ما دخلناهم الفران، ها نتوما كتشوفوا بلي الحجم ديالهم كيتضاعف. صافي دابا غادي ندوزو باش نصوبوا الكريمه باش غادي نزوقوهم. خديت هنايا غير واحد الكاس د الحليب، غادي نضيف عليه كذلك واحد 100 غرام ديال البودره ديال كريم. هنا خدمت بالكريم شونتيي. صافي كنطربوهم مزيان. الحليب البنات يكون بارد باش طلع لينا الكريم مزيانه. هكذا من بعد ما خدمتها مزيان كيولي الحجم ديالها متضاعف كما كتشوفوا. هنايا كذلك غادي نزيد عليها، مبغيتش نخليها هكا، بغيت نزيد ليها واحد النكهه ديال الكراميل. هاد لاغوم هادي اللي كتشوفوا كتباع هكا بالعبار عند صحاب الناس اللي كيبيعوا الاشياء ديال المواد اللي كنحتاجوا للحلوى. كتاخذوها 5 دراهم 10 دراهم الكميه اللي
اللي كتبغي وكتاخذوا المذاق يعني اولا لاغوم اللي كتعجبكم، النكهه اللي كتعجبكم. انا خديت هنايا الكراميل، تقدروا تستعملوا الشوكولا. صافي كنخلطهم مزيان باش كيبقى عندي واحد المذاق اللي هو موحد وكيجي زوين. صافي هنايا من بعد ما قديت الكريم ديالي غادي ندوز باش نديرها في واحد البوش. وهاد البوش البنات انا حتى مشيت صوبت كلشي لقيته ما لقيت فيه واحد ديفو، يعني ما غاديش نقدر باش نستعملو. غادي ناخذ هنا بلاستيكه. هادي البنات اللي كاينين في اللي كيوقع لهم كيبقاو اون بان بحالي، تقدروا تاخذوا بلاستيكه كتقطعوها بالمقص غير من واحد الجهه، ومن بعد كديروا الراس ديال البوش اللي نتوما ديجا كتخدموا به. صافي وحنا عتقنا القضيه، ما بقيناش اون بان. صافي كنعمروها بالكريم. صافي كنمشيو كنشوفو كتزوق البنات بالديكور اللي كيعجبكم. انا هنايا حتى استعملت واحد جوج ديكورات ولكن ما استعملت، يعني حاولت نشوف الديكور اللي غادي ندير ولقيت هذا بلي هو انسب اختيار. وانتم تقدروا تستعملوه بالشكل اللي نتوما كيعجبكم. صافي كنكملوهم بهذا الشكل هذا. اكيد غادي يعجب وليداتكم ان شاء الله، وغادي يعجب الضيوف ديالكم اولا في اي مناسبات تعجبكم اولا اي مناسبه كنتو حايرين شنو غادي تحطوا. كنصحكم بهذا المادلين هذا، كيجي راقي في المنظر وكذلك ما كياخذش الوقت بزاف، وكتعطيكم واحد النتيجه هائله كما كتشوفوا معايا. نتمنى يا ربي هذه الفكره تعجبكم وطرق الذوق ديالكم. شكرا بزاف على المتابعه لكم كاملين. شكرا على التعليقات كذلك. كنعاودو نكرر، اسمحوا لي انه كنتعطل. شكرا جزيلا على المتابعه، وشكرا ما تنسوش كذلك تدعموني بلي لايك وتخليوا لي تعليقات اكيد تحت الفيديو. وعافاكم تابونوا معايا في لاشين باش تزيد لاشين ديالي تكبر ان شاء الله. بكم غادي تكبر وكنعرف ما غاديش تخيبوني ان شاء الله. شكرا